السلام عليكم اصدقائي، جيتكم فيديو جديد. هاد الفيديوهات هذه للناس اللي واخدين فكره خاطئه على مثلا على الصحراء المغربيه او اي مدينه اخرى. كيسمعوا مثلا الصحراء كيشوفوا فيها غير الجمال والمخيمات الخيمه يعني، والرمله. ما كيعرفوش باللي الصحراء فيها الإقامات، فيها الفيلات، فيها الأوطيلات، فيها الديور عاديين يعني بحال بطيمات، فيها السانسور، فيها الكليماتيزور، فيها يعني كل شيء بحال المدن الداخلية، بحال المدن الكبرى، الرباط، فاس، مكناس، كازا. يعني الصحراء بعد ما تسالينا الرساني ما مطولش عليكم، بعد ما مشينا لمرزوقه. هذا الفيديو هذا ديال ولاد السعيدان. ما تعرفوا ولاد السعيدان في هذه الصور هذه وفي هذا الفيديو غادي نكتشفوها، اللي هي منطقه جميله بزاف، والديور ديالها او القصر. القصر هو عباره عن كما كنقولوا حنا حومه. قصر ولاد السعيدان هذه اللي غادي نمشيو عندها. كتسمع قصر إلالة، قصر السيفا، قصر هاد القصورة هادو كيكون واحد السور بحال مثلا مدينة فاس. كيكون واحد السور خارجي كيحوط واحد الحي كيتسمى في الباب الدخلة كتسمى قصر ولاد سعيدان. هذاك القصر هذاك السور اللي كيحوط ديك المدن ديك الديور الداخليه كيتسمى باب. مثلا داك الباب كيتسمى على واحد السميه، كتسمى باب فتح. مثلا الرباط كتمشي كتلقى باب الحد مثلا والسور داير به. مراكش باب الرب، باب غمات، باب يعني مختلف البيبان عندهم بزاف. وكيكون واحد السور اللي هو بلدي، مبنيه بالطريقه البلديه، كتلقى تقريبا فيه الاتساع ديالو متر 50 سنتيم 60 سنتيم، كيكون واسع. كيكون محوط واحد الديور. هنا غادي نمشي نشوفوا، ما نطولش عليكم باش نشوفوا هذا الفيديو. ليتس جو. أولاد سعيدان هو دوار يقع بجماعة بني محمد سجل الماسة، إقليم الرشيدية، جهة ترعى تفيلات في المملكة المغربية بالضبط. كينتمي هاد الدوار لمشيخة بني أحمد اللي كتضم 12 دوار. كيقدر عدد السكان ديالها ب 652 نسبة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والساكني لسنة 2004. شي قديم. أما دابا من خلال ما الجولة اللي درت، وقيلا 40 ما كاملاش. قريب للريساني بزاف، كتمشي عبر، ما كاينش طاكسيات، ما كاينش طوبيسات يعني الحافلات. كتوصل بالتريبورتر او النقل السيري. هذه الدخله ديال التقويته الرئيسيه اللي قبل المسجد اللي شفنا كتكون على هذا الشكل. هذه هنا كيجلسوا الناس كيتحاوروا ديال الدوار، كيطرحوا المشاكل ديالهم. هنا كتحل القضايا اللي كانت. هادشي كنهضروا على الناس زمان. اما دابا بقاو تقله التساقطات والجفاف، كل الدواور خواو، الديور تهجروا وطاحوا، المباني كذلك كما كتشوفوا. هذا درب الصور ديال الديور كما كتشوفوا مهدمين. الاناره يعني حتى الستة السبعة د العشيه كتشعل، كتشوفوا الظلام. الدرب على شكل غار كما كنلاحظوا هنايا على اليمين. هذا درب مظلام. هذا درب داخلين فيه كذلك كاين الظلام، فقط الاضاءه ديال الهاتف. الناس كما قلت لكم قلت التساقطات المطريه، الجفاف يعني ولات كتهاجر الدواوير. الصحراء بدات كتخوى حيت ما كاينش فرصه الشغل. الشباب ما كاينش الشغل كاع باتاتا نقولوا حنا، يعني الشغل اللي كاين في المنطقه كيخدموا مثلا النجاره او الحداده، الصنعه يعني اللي كتناول في داك المحيط هذاك. من غير يعني الناس كل شيء هرب. كاين اللي هز ولادو خوا المدينه الى مدينه الرباط، كازا مثلا، مكناس، طنجه، كل شيء خوا بحثا عن لقمه العيش. لان هاد المناطق
فعل الجفاف، وكذلك العمل ما كاينش، الناس كتغادر بزاف. كما قلت لكم هاد الاماكن هادي الدروبه كدور فيهم هاد الازقه، كتحس بواحد الراحه نفسيه، واحد كتبدل الجو بمعنى الكلمه. بعد كتشوف هاد المناظر هادي شوف المسجد. كترجع بك للزمن الجميل، كتفكر الجدود ديالك، كتفكر ديك الطيبه اللي كانت في داك الناس القدام، كتفكر يعني كل ما هو جميل كتفكر في ديك اللحظه. النفسيه ديالك كترتاح، والنفسيه ديك السلبيه كطيح وكتموت، كترفع من المعنويات ديالك، الايجابيه كتستمر وكتفيق، مكيبقاش داك الشعور السلبي راه غالب عليك. كما كنلاحظوا المناظر جميله بزاف بزاف، هذا بالخصوص الناس الذواقه اللي كيعجبهم البلدي والباديه وداك الشيء ديال الطبيعي والتراث القديم. اما بالنسبه للناس اللي كيجي هذا الشيء كيوالو فسبحان الله. هاد كما كنلاحظوا في الصور هنا بعض الديور طاحوا، بعض الدروبه هبطوا كذلك كما كتشوفوا. هنا الدور ديال الساكنه الا ما صلحوش هذاك الانهيار او الشق الدرب بطبيعه الحال غادي يطيح، اولا الدار كلها غطيح. هنا كتلعب الدور ديال داك الدوار اللي فيه ولا داك الناس باش يصلحوا داك الهدم اللي تهدم، ولا غادي يندثر ويتباع دار بدار حتى كيخوى داك القصر وكتعطينا الهجره. هنا كيندثر كل ما هو جميل وكيسقط كل شيء. هنا غادي ندخلوا الدار حدا احد المنازل وغادي نشوفوا الطريقه البلديه كما خدومه. كما كتلاحظوا هنا التراب ما كاينش، الجليج ما كاينش، داكشي هذا هو البني اللي كترتاح فيه كل شيء طبيعي كما كنلاحظوا. جليسه 100% تعطي فيها حياتك عليها هاد الجلسه هادي، 100% شعور مفرح وايجابي. كما كنلاحظوا هذه غرفه، كنلاحظوا كل ما هو طبيعي حنا كيعجبنا بزاف طبيعي. بالخصوص انا كيعجبني هذا الشيء هذا. هذه مجوره 100% ما كطيبوش فيها. هنا هاد التقابيل اللي في الحيوط كما كنلاحظوا هنا كيشعلوا فيهم الشمع، كيديروا فيهم الشمع ولا كيديروا فيه داك الضوء اللي كيشعلوا بها القنديل ولا سميتو. هاد الكحوليه ديال علامه ديال الطهي ديال الطياب كيطيبوا هنا بزاف. داكشي علاش تعلمت في الحيط. كما كنلاحظوا البني كي داير طين محرش بالتبن والطين. هاد الضوايه جايه من الفوق كتضوي على السفلي اللي هو لتحت باش كيعطي الضو لتحت. عجبتني هاد الجليسه هنا، وغادي ناخذ خديه وسطانيه وغادي نتكا مع راسي. عدت لكم وغادي نشوفوا السطح. هنايا السطح ديال هاد الدوار هذا اولا هاد القصر هذا كما كنلاحظوا. السطوحه هنا، السطوحه كيبان لك كاين الديور اللي طايحين وكاين اللي مبنيين وكاين اللي مالين فيهم ماليهم، وكاين الناس اللي هما ما ساكنينش هنا ومره كيجيو لهنايا كيدوزوا العطله ولكن مالين الدار ديالهم ولا خالين شي ناس حاضينيه عليهم. كما كنلاحظوا هذا هو الدوار، شي شاد في شي مسلم على شي. الحزمه فيها بزاف د العواد كيكون صعيب تحطم هكاك. هاد الديور هادو كيكون شي مبني على شي شاد في شي كيكون الصح والمتانه، وكتكون واحد البروده لداخل وكالاخوه يعني الناس الجيران بحال الخوت. شي كيعرف شي مالي في شي، كيعرف جارو واش ما معشيش، كيعرف جارو واش معشي ما معشيش كيعطيه. يعني بحال الخوت كجسد واحد، ماشي بحال المدينه راكم عارفين بلا ما نقول لكم. المدينه والاهوال ديالها وصعيب انك تثق في الجار، وصعيب اللي تلقى الجار مزيان في المدينه اللي غديرو خوك او اختك. هذا جنان هذا كيتسقى بالماء بالطاقه الشمسيه والبير. غادي نشوفوا التميرات بالكاميرا. كتشوفوا التميرات كيفاش دايره البلح ودايره التمر. يعني اللي عنده الفلوس تبارك الله ودار البيار ودار الطاقه الشمسيه ودار داكشي ديال اللي كتوجب به العمل،
كيما كيقولوا الفلوس كدير الفلوس، اولا الفلوس كتجيب الفلوس. كيما كنشوفوا التميرات تبارك الله ما شاء الله. الجنان كيما كنشوفوا تبارك الله فيه الزيتون. الربيع كما نظرنا للجهه الاخرى الجفاف والحراره، نشوفوا الصحراء قاحله. ايوا والله يلطف بينا. خوتي خواتاتي مرحبا بكم وفرجه ممتعه. وما تنساش الا كنتي ما مشتركش دير ليا واحد اللايك واحد المتابعه وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. ومرحبا بك معنا في العائله. المحتوى متنوع وراكم عارفين. اذا اخوتي هاد المنطقه هادي خارج ولاد سيدان وقريبه لكيواز. هاد الطريقه هادي كتسمى عندنا الغابه فيها غير النخل كما كتلاحظوا. الجفاف الله يسر قضى على كل شيء. كنشوفوا غير الجليد كما كيقولوا هما الحطب، غير الحطب اللي بقى كما كنلاحظوا. الجنان مدمر. هنا غادي نمشيو لكيواز قريبه ولاد سعيدان وكل شيء داخل في محسوب مثلا على اقليم الرشيديه. من بعد ما عرفنا شويه وتسارينا شويه في ولاد سعيدان غادي نشوفوا كيواز ونعرفوا شنو هي، حيت هي حتى هي قريبه لدوار السعيدان. كيواز هو دوار يقع بجماعه السفالات اقليم الرشيديه جهه درعا تفيلات في المملكه المغربيه. طبعا تنتمي الدوار لمشيخه الزاويات التي كتضم 13 دوار، يقدر عدد السكان ديالها ب 456 نسمه حسب الإحصاء الرسمي للسكان والساكنين لسنة 2004. هادشي كنقول لكم قديم، وبسبب جفاف قلة تساقطات والعمل ما كاينش كما كنقول لكم راه كتقلص عدد السكان ربما. إلى هنا نكملوا الفيديو. مرحبا بكم وفرجة ممتعة. الغابة ولا فيها غير الحطب. الله يدير الخير وصافي. على الجفاف الشتا والو على التساقطات كما كتشوفوا الشجر كلشي يبس، غير اللي عنده يعني الماء كبير والسقا هما اللي الشجر كتلقاهم شويه عايشين، هما اللي دايرين البلح التمر. هما التباقي كلشي الله يسر محروق كما كتشوفوا. كلشي طايح بقى غير الجليدات الحطب كما كيقولوا. ارض لابسه الله يقدر السلام. كاين البلح في هاد الشجره هادي قريبه لهاد الجنه اللي كتسقى كما كتشوفوا. التميره وضايعه شتيها. التميره كاينه وحده هي اللي واجده وضايعه تحركت بالشبش. اللهم اسقي عبادك وبهيمات وانشر رحمتك وحي بلدك الميت. الله يرحمنا الله يرحمنا. هادشي اللي كاين.